4 تفرق بين الإخوان: المال والنساء والحسد والموت. 4 تفقد قيمتك بين الناس: كثرة الكلام وكثرة الضحك والكذب والنميمة. 4 تخرب بها الزوجة بيتها: العناد والعصبية والشك ورفع الصوت. 4 يخرب بها الرجل بيته: الابتعاد والإهمال والقسوة والبخل. الطيبون لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم، فالكريم يظل كريما حتى لو افتقر، والمتسامح يظل متسامحا حتى لو ظلم. بعض الوجوه جميلة حتى في عتابها، وبعض الوجوه مريبة حتى في ابتسامتها، فالجمال ينبع من أعماق النفوس، لا علاقة له بتقاسيم الوجه. من اعتاد أن يوزع الورد فسيبقى شيء من العطر بيده. ما دمت تفعل الخير سيصلك أثره، إن لم يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة. الطيبون لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم. للأسف في هذا الزمن معظم العلاقات الإنسانية مبنية على المصالح. لك عندي مصلحة فأنت صديقي، أتواصل معك وأودك. لك عندي حاجة فأنا أخوك الذي لم تلده أمك. ترى في فرصة فأنا المخلص الوفي الأبي الذي تحبه ويحبك. انتهت المصالح أو عجزت عن مساعدتك. من أنت؟ لا أعرفك، لا تعرفني، وربما حتى لا أتذكرك. هكذا هي الحياة للكثيرين، وربما هي الحياة من فرضت على البعض أن يكونوا كذلك، لأن أصحاب الأخلاق والمبادئ باتوا قلة في زمن صعب. ولكن نصيحة: حبل المصلحة قصير وإن طال، وحبل المودة طويل. وتذكر أن تعاشر الأصيل الذي سيقف معك وقت عسرك، ولا يطلب منك لا ردا ولا مقابل، ولن يعايرك بمعروف أو جميل. للأسف في هذا الزمن معظم